أوقات كتير بتكون عايز تركز في حاجة وتنجزها، بس بتلاقي نفسك فجأة كده ماسك الموبايل ومش عارف تسيبه. ففي فيديو النهاردة هعرفك على 5 حاجات موجودة في موبايلك وهتساعدك إنك تسيب الموبايل، ولو حتى بتعمل شغل على الموبايل فهتساعدك إنك تركز فيه من غير تشتيت برامج السوشيال. فيلا بينا ندخل في الفيديو على طول. أول وأسهل حاجة وهي إنك تقفل النت وتسيب الموبايل خالص، بس ده عامة مش بيكون حل فعال، وخصوصا لو بتعمل شغل من على موبايل. ففي حاجة تانية وتقريبا اتضافت في كل الموبايلات دلوقتي، وهي الفوكس مود أو وضع التركيز. وده كل فكرته إن هو بيمنع بعض التطبيقات اللي أنت محددها إن هي تشتغل ويجيلك منها إشعارات. ولو عايز ترجع تستخدم أي تطبيق منهم ممكن يديك 5 دقايق بريك، وممكن ال5 دقايق دول يبقوا ربع ساعة أو حتى نص ساعة، وبعدين بيرجع يقفل التطبيقات دي والإشعارات اللي بتيجي منها تاني. فازاي توصل للفوكس مود ده وتفعله على موبايلك؟ فهتدخل على الإعدادات أو الضبط وهتنزل لتحت كده لغاية ما توصل لحاجة اسمها الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية. ولو عامل الموبايل بتاعك إنجليزي فهتلاقيها Digital Wellbeing and Parental Control، ولو ما لقيتهاش في الأول فممكن تبحث عنها في الإعدادات وهتلاقيها يعني. فلما بتدخل عليها بتلاقي الحاجات دي كلها، فسيبك منها دلوقتي هنرجع لها بعدين. المهم هتنزل وهتلاقي حاجة اسمها وضع التركيز، ودي اللي احنا عايزينها. فهتخش عليها وهنا هتحدد التطبيقات اللي بيجيلك منها إشعارات، وأهمها طبعا بيكون تطبيقات زي تطبيقات السوشيال. وبس دلوقتي لما تعمل تفعيل الآن دي هتلاقي التطبيقات لونها هتحول لرمادي كده، ولو حاولت تفتح أي تطبيق فيهم يقولك ركز في اللي انت بتعمله ومفيش فتح تطبيقات دلوقتي. وطبعا مش كل مرة هتعوز تفعل أو تلغي فيها الفوكس مود هتدخل على الإعدادات وتعمل نفس الكلام ده. لا، انت ممكن تعمل اختصار كده في مركز التحكم بتاعك أو الكنترول سنتر فوق عشان لما تضغط عليه يتفعل على طول. فعشان تعمل الاختصار ده هتيجي على علامة التعديل اللي في الكنترول سنتر اللي فوق دي، أو ساعات بتكون حاجة كده اسمها تعديل تحت، فعلى حسب نوع موبايلك يعني. المهم لما تضغط عليها هيظهر لك الحاجات دي كلها، وهنا تقدر تضيف الاختصار اللي هو بتاع الفوكس مود ده وتشده كده بتطلعه فوق يعني، وتخليه ضمن الحاجات اللي فوق. فلو حوار الفوكس مود ده مش شغال معاك أو برضه لسه مش عارف تسيب موبايلك، فهقولك على كذا حاجة تانية. بس قبل ما ندخل على الحاجات دي، فلو لسه معملش لايك للفيديو فاعمل لايك دلوقتي واشترك في القناة كمان عشان يوصلك كل فيديو جديد. وبس يلا نكمل. ففي حاجة تانية كده وهي أشد شوية وممكن تمنعك إنك تستخدم التطبيقات دي أصلا، فهي برضو من الإعدادات وبعدين الرفاهية الرقمية اللي إحنا جبناها الأول دي. فهيجيلك هنا كده عدد الساعات اللي أنت بتفتح فيها موبايلك، وكمان إيه أكتر التطبيقات اللي أنت استخدمتها في الساعات دي. فمثلا أنا عندي هنا بيكس آرت أعلى حاجة النهاردة، وبعده الانستجرام. فالفكرة كلها إنك هتوقف استخدام التطبيقات دي، أو بمعنى تاني هتخلي ليها وقت محدد في اليوم هتشغلها فيه. يعني مثلا نص ساعة طول اليوم تستخدم فيها انستجرام بس، ونص ساعة تانية مثلا فيسبوك. أكتر من نص ساعة فالتطبيقات مش هتفتح معاك. فمن الصفحة بتاعة الرفاهية الرقمية دي هتلاقي حاجة تحت كده اسمها لوحة التحكم، وهنا هتلاقي كل التطبيقات اللي على موبايلك بدأت إن هي تظهر. وطبعا التطبيقات دي مرتبة من التطبيقات اللي أنت مستخدمها أكتر يعني في اليوم. ففي علامة كده جنب كل تطبيق، فدي لما بتضغط عليها بيظهر لك الوقت ده، ومن هنا تقدر تعمل وقت محدد لاستخدام التطبيق ده خلال اليوم كله. يعني مثلا لو أنا خليتها نص ساعة كده، فلما أخلص النص ساعة دي على مدار اليوم التطبيق ما عادش هيشتغل تاني، وهوريك إزاي برضه. فوليكن مثلا خليها نص ساعة كده كده أنا مستخدم بيكس آرت أكتر من نص ساعة، وهنرجع نفتح بيكس آرت فهتلاقيه بيقول لك تعالى بكرة، النهاردة كده خلاص أنت خلصت. طبعا لو أنت عايزه ضروري يعني فهترجع تلغيه وهتلغي الوقت بتاعه، هتخليه عادي من غير وقت. ولو عايز تفعل الطريقة دي في بقية التطبيقات فهتدخل تعملهم كده في كل التطبيقات اللي باقية، وتخلي كل تطبيق ليه وقت محدد. مثلا ممكن أنت تكون عايز تستخدم فيسبوك أقل فهتخلي فيسبوك مثلا 10 دقايق طول اليوم كامل، وهكذا بقى في كل التطبيقات. طب لو انت برضه عملت كل الحاجات دي ولسه مش عارف تسيب الموبايل، فما فيش غير حل واحد، هو اننا نستعين بتطبيق خارجي اسمه كيب مي اوت. فكل فكرته ان هو بيمنع انك تفتح الموبايل بتاعك نهائي اصلا لفترة انت بتختارها، ساعة مثلا، ساعتين، 3 ساعات، او حتى دقيقة كمان. فهتحمله من جوجل بلاي وهتدخل عليه وتديله كل الصلاحيات بتاعته. التطبيق امان يعني، فهتديله اي صلاحية يطلبها منك، وبعدين بيفتح معاك الصفحة دي، وهنا هتلاقي الوقت، والصفحة دي فيها الوقت اللي انت مش عايز تستخدم فيه الموبايل. يعني مثلا انت داخل تعمل شغل ساعة مثلا ولا حاجة وعايز تبعد عن موبايلك في الساعة دي، فهنا هتحدد ساعة، الساعة دي الموبايل بتاعك مش هيشتغل فيه، وهوريك ازاي برضه. فهنا على اليمين هتلاقي عندك الدقايق وعلى الشمال هتلاقي عندك الساعات. فوليكن مثلا تعال نجرب دقيقة كده ونشوف ايه اللي هيحصل. فهنحدد دقيقة وبعدين لوك، وهيأكد عليك لآخر مرة عشان ما ترجعش تعيط، فهتقول له لوك برضه. وبعدين الموبايل بقى بيروح قافل معاك، وكل اللي تقدر تفتحه هو اللوك سكرين بس، بحيث انك تشوف الساعة او ترد على المكالمات. ولو جربت تكتب الباسورد وتفتحه تاني هيقفل معاك الموبايل لوحده، ولو حاولت تاني فبرضه هيظهر لك نفس الكلام وهيقفل لوحده لغاية ما الوقت اللي هو الدقيقة او الساعة اللي انت عاملها دي تخلص، وهتلاقيه هو من نفسه بيعمل لك اهتزاز، وساعتها تقدر ترجع تفتح تاني الموبايل يعني بكل سهولة. فبس لو عندك افكار تانية قولها تحت في الكومنتات عشان الكل يستفاد، وقول لي ايه اكتر طريقة من دول هتستخدمها الفترة اللي جاية. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.